المنظمة التونسية للأطباء الشبان هي منظمة معناها تأسست في ديسمبر 2016 وجات كمبادرة اللي باش نحاولوا نحلوا المشاكل والغموض اللي قاعد يعيش فيه قطاع الصحة، وعلى الواجهه الاولانيه الاطباء المقيمين ولا الاطباء الداخليين. المنظمه هذه جات كادر ليغال معناها في اطار قانوني باش نجموا احنا نجموا نحكيو باسم منظمه تمثلنا الناس الكل، ونحكيو مع وسط الاشراف سلطات الاشراف وعلى راسهم وزاره الصحه. على القتل التي افاضت الكاس هو بيان سور الحدث اللي سمعتوا به وحكيوا فيه وعاودوا مره واثنين، هو ايقاف الطبيبه المقيمه بقسم التوليد مستشفى حشاد على اثر يقولوا هما خطا طبي اللي هو ماهوش خطا طبي، ووضحنا وزاد باش نرجعوا على الموضوع هذا. وسياسة التفاقم والضغط المسلط علينا توا عنده 4 سنين واكثر من 4 سنين، وكل مره معناها يصيروا وقفات احتجاجيه، وصارت في 2013 صارت في 2014 على ظل برشا مشاكل قاعدين نعيشوا فيها، وكل مره نحلوا المشاكل بصفه سطحيه ونرجعوا نخدموا ويرجع علينا الضغط وتصير مشاكل اخرى. وصلنا توا الحبس. انا كان اليوم مانيش باش نقوم ونطالب حقوقي ونوصل صوتي ونمارس حقي في الوقفات الاحتجاجيه والاضراب. نهار اخر وين باش نلقى روحي؟ ما نعرفش، ماش فما بعد الحبس. مهدين في اي وقت بالحبس. اي مهدين، ما عندنا حتى شيء يحمينا، وعلى راس ما طلبنا واللي باش نحكيو فيه نورمالمون هو القانون الاساسي اللي باش ينظم خدمه الاطباء المقيمين والاطباء الداخليين. وكان فما حوار بين الوزراء السابقين ولا الوزيره نتاع توا؟ صحيح، من قبل المشكل هذا مطروح. وي صحيح، بدينا نحكي من 2012 وقت اللي كان سي محمد صالح بن عمار وزير الصحه. بدينا في مشروع المشروع القانون نتاع الاساسي نتاع الاطباء الداخليين والاطباء المقيمين، وزاد المشروع المسؤوليه الطبيه اللي حاشنا به اليوم اكثر من كل شيء. بعد ما رينا اللي صار الايامات الاخرانيه، والمسؤوليه ما فماش قانون المسؤوليه الطبيه، فما ضباب كامل، فما حتى شفافيه باش نشوفوا شكون يتحمل المسؤوليه. وهذا القانون هذا اللي باش يحمي الافوا المواطن ويحمي الافوا الطبيب، ويخلي كل واحد قدام مسؤوليته، باش ما نقعدوش نمشيو قاضي التحقيق وهذه فراغ قانوني وهذه مش موجوده في القانون وهذه ما حكيناش عليها وكل شيء. قانون المسؤوليه الطبيه من شرع القانون الاساسي للاطباء الشبان والاطباء المقيمين لازمهم اليوم ومتمسكين بهم، وما باش نوقفوا الموفمون نتاعنا الا ما ناخذوا القوانين هذوما اللي باش ينظموا خدمتنا ويخليونا نخدموا محميين عن نهار اخر. دونك انا باش نحب ندخل دكتور، تحسوا روحكم مظلومين الاطباء معناها؟ بيان سور معناها ما كومش مقصرين في حتى شيء، فماش تقصير. انت خاطر كل دومين يدافع على زملائه، راه حتى كان باش تحكي لي في الدومين هذا راني باش ندافع على زملائي، اما زاد يلزمنا نستعرفوا بعض الاخطاء. فما الاخطاء الطبيه الصايره، خاطر كل ما يصير خطا طبي يتم انتم تحسونا كاين وما فماش جمله الخطا الطبي اللي هو وارد، معناها الخطا الطبي وارد وصار في برشا ديكا، معناها اخطاء طبيه ادات بضحايا، معناها ادات بوفيات، معناها هذا اللي نحبوا نعرفوا. ساعه خلينا نحكي لك على الضغط المسلط على الاطباء خلال العمل نتاعهم في المستشفيات. عندك من شيء الضغط اللي مسلط من عند المرضى، يجيك المريض في القسم الاستعجالي عندك 20 مرضى قدامك تخدم وحدك في البوكس تاع اليورجونس، معناها الغرفه العدد هنا نحكيو على نقص مش العدد، نقص الافكتيف ولا نقص الماتيريال ولا نقص نتاع الاورغانيزاسيون. عليه الاداره نتاع السبيطارات هي اللي قاعده تنظم في الخدمه، والاداره تاع السبيطارات والسبيطارات تابعين شنو؟ وزاره الصحه. معناها النقص اللي عند الضغط اللي مسيطر مع المواطن اللي حاب وعنده الحق باش يتعالج بصفه فوريه، يقول لك هو استعجالي وحالتي مستعجله، بدا فهم المواطن كيف انت مثلا نخدم في الحاله هذه قبل الحاله هذه، خاطر فما حاله ابجل من حاله، الناس الكل تشوف في روحها حاله استعجاليه. من شيره اخرى عندك الاطباء رئيس القسم والاطباء اللي فوقك، معناها اللي قاعدين يسلطوا عليك ضغط باش تجيب لهم نتيجه في اقرب وقت. ضغط اخر وقت اللي انت كي تبدا خايف لا ترتكب اي خطا، خاطرك وحدك في السبيطار تقوم بالمناوبه مده 24 واكثر من 24 48 حتى 72 ساعه ما تروحش لدارك، ومن بعد في الاخر تبدا تعب وعندك المرضى من شيره وزملائك واللي اكبر منك، معناها رؤساء الاقسام من شيره اخرى، ومن شيره اخرى عندك ما عندكش قانون يحمي فيك، وعندك وكي تحب انت
تطالب بحقوقك، عندك وزاره ماهيش قاعده تتصنت ليك وما ماهيش قاعده تتعامل معك، وقاعده فما جهل وتهميش. وكي نقول تهميش مش كما الناس تهميش تنفسروا له توا معناها عندنا من 2012 بعد جاي سي عبد اللطيف المكي ومن بعد جاي سي سعيد العادي، وديما فما المشروع هذاك قاعد يتعاود. وعملنا قبيله في الكوليس حكينا على مع سي سعيد العايدي كان فما معناها كان فما انصات وكان فما ردة فعل وغيره. شنو اللي صار وين وصلتوا وعلاش ما كملش المشروع هذايا؟ صار درافت ولاني معناها هذه مشكله اخرى استمراريه الدوله. الاستمراريه صحيح، استمراريه يمشي الوزير يمشي والدوسيه تبعه. صحيح، كل وزير عنده بروجي نتاعو ما يخليهوش يكمل البروجي نتاعو. نعم استمراريه الدوله هذيا. وقت اللي يجي وزير يبدا في مخه حكايه اخرى يقول لك لا فك عليه اللي عملوا الوزير كل خلينا نعمل حاجه جديده نتعدى. وصلنا مع سعيد العادي باش نلقاو اتفاق على ظروف العمل نتاع الاطباء داخل المستشفيات وحتى في لاني سيفيل الخدمه المدنيه والقانون الاساسي والقانون المسؤوليه الطبيه. وتوقع هذايا الكل الا كي جاءت سلطه الاشراف الجديده على راس دكتوره سميره مرعي تجاهدت اللي تعمل قبل الكل وبدينا في دي نيغوسياسيون جدد. وصلنا بعد جلسات وجلسات نوع من التوافق الا انه نستناو التوا التصحيح هيك تخربيشه اللي فوق الورقه باش تفعل اللي تفهمنا عليه الكل. ويظهر لي توا ما فيها باس تصحيح تشد 2 سكوند. واذا ما تعملتش هذا تصحيح سافدير ما فماش فولونتي معناها بالحكايه هذه. معناها الوزاره قاعده تتجاهل صوت الاطباء في الكامل الجمهوريه وعلى راسهم المنظمه التونسيه للاطباء الاشلباني هي قاعده تتعامل ديريكت مع الوزاره. وقدام الريونيون نمشي ونحضر يقول لنا الجمعه الجايه والجمعه الجايه قلنا بربي يصبروا علينا جمعه حتى لين ونصبروا واستنينا مع الوزير الاول والثاني والثالث والرابع وحتى يوصلت المشكله الاولى والثانيه. وتوا طبيبه معناها من جرد هذايا معناها الاستهتار من قبل الوزاره. عندنا زميلتنا شدت الحبس في خطا ما ارتكبتوش. الى اين؟ الى اين؟ زاد المواطن توا اليوم المواطن يهبط على الفيسبوك معناتها يقول لك انا ما عنديش الحق اليوم نمرض على خاطر كي نمشي لورجونس ما نلقاش طبيب. هذايا شنو كيفاش تنجم تجاوب وانت كريزيدون معناتها في لا اليوم يمشي المريض المستشفى في الاستعجاليه يلقى طبيب المناوبه غادي 24 على 24 ما فما حتى فراغ. ما نقصش ليفيكتيف. انا بيدي نهار الجمعه باش تلقاني في سبيطار كيفاش نخدم على روحي. الضرب كيفاش الضرب على العلاج الغير استعجالي تو سكي ني با اورجون ما نخدموهش. فما مرض ماهوش رجون معناتها اللي راقد في السبيطار اللي يجي عنده مثلا مبرمج العمليه ماهيش حاله استعجاليه. مثلا ما نعرفش واحد عنده فتق مثلا برمجناه العمليه شهرين اخرين وصلوا الشهرين هذوما واحنا عملنا دراسه. اونتر تون ما فماش معناتها تشوفوه استحق فين وصل كذا. هذاك الكونترول هذاك الكونسلتاسيون والعياده الخارجيه وقفنا عليه ما نخدموش عليها. ما فماش كونترول معناتها توا في السبيطارات. توا في السبيطارات نخدموا كان حالات استعجاليه وفريق معناتها كيقولوا ويرجع لشنو معناتها نقولوا زاد وعي ومسؤوليه. لا زاد امير ما نحطوش كل شيء في راس الطب خاطر زاد فما مونك ديفيكتيف يظهر لي معناها فما نقص في الاطار الطبي في بعض المستشفيات ولا بعض هذيك مشكله كبيره اخرى معناها نقص في المعدات. فما زاد كي يجيك مريض فما نقص في المعدات. فما نقص زاد كي يجيك مريض ويرقد وانا باش نعطيه دوايات ونمشي الفارماسي تاع السبيطار ما نلقاش دوايات رصاته المريض يخرج يجيب دوايات بفلوسه. وقت اللي انا باش نركب مثلا كاتيتير المريض كيف معناها نقشه مع سلايم في الاخر سؤال. نحب لا يجوع الذيب ولا يشكي الراعي. لا رضيعه في كردونه ولا طبيبه في سيلونه. واضح. نحب نقول حاجه كيما زاد هو عنده ظرفه الطبيب وزاد المواطن الزوالي اللي يخلص في الاداءات عنده ظرفه. معناتها ماذا بينا كل واحد يقوم بواجبه وكل واحد ماهيش مشكله قانون مشكلة نعملوا ضوابط اللي تضمن حق الصحه للمواطن وتضمن حق الطبيب في العلاج. عندك انت اليوم المطالب الساعه الاضراب باش يقعد مفتوح والمطالب بالضبط شنو هما اون 2 سكوند. فوالا هو اش فيها وقت اللي الوزاره تسمعنا تعمل قانون هذول القانون عمره ما ضر حتى واحد. احنا اللي نطالبوا بقانون اساسي ينظم خدمه الاطباء المقيمين والاطباء الداخليين ويتفعل في ظرف اشهار. نطالبوا زاده قانون المسؤوليه الطبيه باش يتعمل باش هكاك احنا نتحماو ما نلقاش زميلي نهار اخر في الحبس ونلقى روحي انا نهار اخر في الحبس. واضح. تستناو فيها باش نخرج من الحبس ولا حاجه.
see.